هلاو بنوتات، كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم راح نتكلم على حلقة 18 من برنامجكم الشيق اسمه نصيب العروس والحمات. هالحلقة اللي راح تكون كلها خلبطة وراح تتقلب فيها كتير أوراق، وراح نكشف كتير وجوه وتزول يعني هيك قناعات على البنات اللي واخدة شخصية هيك وعاوزة تبين نفسها هيك. ما راح يضل هذا الشيء بالخطوة اللي عملتها ريبيكا، ويعني أنها جازت كل البنات أنها تذهب هيك البيت الوردي وتتلاقى بالشاب اللي عمل لها أمها بروش. هنا راح ينقلب كل شيء. فكيف ما شفتوا ان ابتسام اصبحت يعني مبين انها بدون كرامة. ابتسام المغربية اصبحت يعني تبين المصطفى المصري انها بدها اياه خلاص. انا هون من اجل مصطفى وبس. وهذا الشيء صراحة ما عجب كتير بنات، لانها ظلت تبين انه راح تضحي على مصطفى وراح تحاول يعني انها تدخل معه في علاقة. اللي شافه يقول خلاص البنت ويا مصطفى سنين وسنين وبدها تحافظ على العلاقة. المهم لما راح تشوف والدة مصطفى المصرية عطيات أن ابتسام المغربية راح تجي بعد اللقاء مع مصطفى المصري وبتتحدث عليه بكل حماس، راح تقف بجنبها وتعطيها نصائح وتقولها يعني حافظي على هذا الشيء اللي بيجمعك بابن مصطفى. وراح يعني راح يبين لنا شيء كان من صيبع المستحيلات، أن عطية المصرية أصبحت في صنف ابتسام المغربية وبدها تكون مع ابنها مصطفى بعد ما كانت يعني ما طيقاها. لكن مصطفى مخبي كتير وكتير وكتير وكتير، مخبي في قواته كلام وكلام وكلام. يعني بالرغم انه هيك التقى بابتسامة المغربية بين على شيء آخر بعد ما صرح انه خلاص ما بده ابتسامة المغربية، ما مليا عينه بالمرة، هو بده يعني لينام التونسية المشتركة الجديدة، انه معجب كذا بشخصيتها وانه بده يتقرب ليها. يعني مواضع ابتسام اللي ذهبت لفيلة البنات والحموات عايزة تعمل زفة انها خلاص التأت مع مصطفى تلك 3 دقائق. يعني على بالها انها خلاص صفت الخواطر والطريق اصبحت ممهدة حتى يعني يمشوا في خطوات ثابتة ويعملوا علاقة مع بعض. هذا الشيء من ناحية. أما البنات الأخريات فديانا كما نعرف أنها التقت بإيهاب التونسي، وكذلك التقت بداني اللبناني. ما دام عندها حمواتين وداني اللبناني عفوا التقت كذلك وكلنا بنعرف ان ديانا معجب بها، ديانا العراقية معجب بها داني اللبناني. هون لما آية راح تلتقي مع داني اللبناني وكذلك راح تلتقي مع وليد الجزائري، راح نشوف يعني تصرفات كثير مغيرة، انها راح تصير هيك تعمل صوت شتوي مع داني وتحاول بطريقة غير مباشرة انه تقربوا ليها ويكون يعني معها. هذا الشيء يعني لو
وشافوا وليد الجزائري وكان بكرامة ما راح يقبل انه يكمل خلاص مع آية، لانها خلاص بينت ان عينها في داني، ولو انها بتقول على حد قولها انها بدها ابن بلدها وليد فقط، ما بدها ولا واحد غيره. لكن اللي عملته صراحة آية اليوم يبين انها بدها داني، ومو بدها وخلاص، بدها كتير، بدها يعني بإرادة كبيرة. وهذا الشيء اللي زاد أكد هالكلام هو أنها راح تتطرق لديانا وتحاول تحرض داني على ديانا العراقية وتقول له إن هي بتغششك وعمل نفسها ما بدك وبدها إيهاب فقط، لكن كانت تعطيك أمل. يعني هون يعني مبين أن البنت آية بدها داني وبتتمهد يعني بطرق غير مباشرة حتى يجي يكون نحيسها. ودانيا دانيا ولا على بالها كان يعني ذهبت وتكلمت مع إيهاب، لكن لما رجعت لقت آية بتشوف فيها واو، شوفات كلها يعني أنا غيرانة منك، حسداك لأن داني بده إياك، هيك أشياء. وكذلك أنها بتتكلم كتير 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 ورا ظهرها، ويعني وبتتكلم سيرة دانيا. وهذا الشيء بين عليها انه اهتمامها راح لبعيد مع داني، وبدها يعني تكون مبادرة منه. وكذلك كما قلت لكم انه راح ترتفع يعني تزول الأقنعة على بعض المشاركات ولا بعض البنات، من ضمنهم آية اللي قلنا يعني بينت انه ما كيف بدها هي تبين. يعني هالحلقة 18 راح نشوف ديانا انها ما تحكمت في مشاعرها الداخلية او احاسيسها الداخلية، بينت على كل شيء يعني مرة واحدة. وهذا الشيء اللي يعني راح يصدم فانزاتها، وراح يصدم كذلك بعد عرض الحلقة حبيبها وليد الجزائري. وراح تبين كتير أشياء. أما ابتسام شيماء المغربية فراح تحاول جاهدة انها تحط دانيا اللبناني كذلك في صفها حتى تدخل معه في علاقة ما دامت انها سينجل. لكن حتى شيماء لما بنشوفها يعني بتعمل نفس الميثود، يعني نفس السيستم تبع آية، تتبع بدي اياك، لكن هيك بين لك بطرق غير مباشرة وانت بتجي عندي. فهمتوا يا بنات؟ المهم كما قلنا لنا بحلقة 18 من برنامجكم الشيق قسمة ونصيب، العروس والحماد راح تكون حافلة بالمفاجآت، وراح يعني تتغير نظراتكم لكتير بنات وتبين على حقيقتها. يا بنات على فكرة مو الكل جايب شخصيته، الكل يعني عامل شخصية حتى يبين هو الإنسان المثالي. ولا سيما أن برنامج قسمة ونصيب يعني مروا بنسخ كتير، هذه النسخة الخامسة، فكتير تعلموا، كتير بيحفظوا درسهم قبل يعني ما يبلشوا في تصوير البرنامج قسمة ونصيب. دمتم في رعاية الله، بتمنى يكون يعني هالخلاصة على حلقة 18 عجبتكم، ولا تنسوا مشاركتكم ولايكاتكم. باي.